عزف النشيد الوطني المغربي للمرة السادسة هنا في تشيلي براية مغربية خفاقة. نعتز ونفخر بكل تأكيد بهذا الجيل. هنا الكرة ضربة البداية نعم بالصافرة الأوروغوايانية غوستافو تيخيرا، والذي يعطي الانطلاق بالعناصر التالية: يانيس بن الشاوش في حراسة المرمى، محمد طه مجني سيكون حاضر في الجهة اليمنى 13، بينما كرة فرنسية من الجهة اليسرى العرضية، لكن برافو يانيس بن الشاوش. محمد طه مجني 13، البناء الهجومي انطلاقه من خط الدار. اسماعيل يلعب الكره لجسيم، طلبها في الوسط، البينيه ممتازه. يلا يا الزبيري الان يدخل الاسرع الزبيري من المدافع في نهايه المطاف. الاسبقيه كانت عن طريق اللاعب بورغو والتماس مغربي. ممتاز التمريره المليمتريه رائعه جدا. هذه كره طه يرفعها، لكن كامارا لا زالت مغربيه. الزبيري يحاول ضغط رهيب في هذه اللحظات لاشباليه الاطلس، لكن ابعاد في اخر لحظه. لحسن الحظ المهاجم لم يتحكم فيها في وسط الميدان. النقله بعد ذلك عن طريق ياسين يحاول، لا زالت مغربيه. الزبيري هيا بشكل ممتاز. يلا يا عثمان، ادخل يا عثمان، شوت يا عثمان. برافو 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 برافو. هذه الكرات التي انطلاقه من بورغو، محاوله المرور، التسديده بعد ذلك. روعه يانيس السوبر يانيس، السوبرمان يانيس يدير هنا ويتصدى لكره. جسيم يراقب، جسيم يتابع، جسيم هنا مع بيوكو. برافو. التغطيه والركنيه الثانيه للمنتخب الفرنسي. حاول فيه لاعب بيوك حفظ هذه الكره مرفوعه في القائمه الثانيه الراسيه، والتغطيه بعد ذلك. التغطية حاضرة قبل أن يأتي الدور على يانيس بن الشاوش. ياسين خليفي، يلا ياسين يرفع مقوصة بعد ذلك. لمس حارس المرمى، نعم لمس حارس المرمى. حظوا أن الكرة لم تكن مؤطرة وإلا لكان في الشباك. هذه الآن تلعب هنا بقدم جسيم بالراس، لا زالت. هل فيها لمسة يد؟ هل هناك شيء ما حصل في منطقة الجزاء؟ عثمان على الطرف الأيمن. عثمان والكرة تخرج بعد ذلك إلى رمية جانبية. ماذا هناك؟ هل ثمة شيء حصل؟ المضايقة هل كانت حاضرة؟ عموما نريد أن نشاهد لقطة مقربة. هنا غوستافو تيخيرا. إذا ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء. قلنا مشاهدينا الكرام لا اختلاف ولا نقاش، المسك موجود من بورن. هذه الإعادة، جسيم يرفعها وبورن في مسك واضح. هنا في مونديال الشيلي، هنا في السيمي فاينل امام فرنسا، في كرة الهدف الاول امام اولميتا ياسر الزبيري. اذا الزبيري يتقدم. نعم الشباك تهتز، قدم الزبيري من ركلة جزاء تمنح التقدم للنخبة المغربية بعد مجهودات منذ بداية المباراة. هنا الإنصاف يأتي بالإعلان عن ركلة جزاء، ومع الركلة يأتي الجديد، ومع الركلة تهتز الشباك، ومع الركلة نعم يتواصل هذا الحلم، حلم البحث عن المجد. وقلت بأن الوجود هنا في كأس العالم لم يعد استثناء، بل أصبحت قاعدة مع هذا الجيل، جيل الشباب اللي يرفع الرأس، جيل اللي يعتبر مصدر الفخر. أمامية البينية، لكن برافو قاطعها في المكان والتوقيت المناسب. تايمين مهم جدا هنا في عملية كسر الهجوم الفرنسي في كرة بينية، والخطأ يأتي. نعم رائع الخروج. لا يعجبني في هذا الجيل. مع عثمان دخل، عثمان توغل، عثمان غير معقول. كيف ضاعت الفرصة هنا المرور. بورني هيا كرة جهة اليسرى، هناك بيرمون يحاول، يبحثون الآن عن التسديدة.
برافو يانيس، برافو يانيس وبرافو المدافع، لأن المدافع كانت عنده الأسبقية في إبعاد الخطورة. الزواني الآن، الزواني محاولة للمرور والخروج من هذا الضغط والحكم يصفر خطأ. نعم رائع رائع يانيس، رائع يانيس. نردوا بالنا يا شباب من التسديدات، نردوا بالنا يا شباب من التسديدات. هذه اليمنى علق فيها اولا يانيس بن الشاوش، وفي لقطه ثانيه حضر فيها اسماعيل. كنترول، يا سلام، كنترول رائع من ياسر، حطها رواف، مر، بعد ذلك رفعها عثمان جولو. فيها تسلل، يبدو بان فيها تسلل من البدايه، يبدو انه فرص. ولا اللقطه الماضيه كان فيها تسلل، هذه العرضيه مرت بسلام، كان في خطا. الحكم يعلن عن خطا، يستعد لتنفيذ الضربه الحره. اذا هيثم مرفوعه لكن عاليه على الكل الى ضربه مرمى. مراقبه الجهه اليمنى من طه نجني، يحاولون المرور الان عن طريق لاعب ميسام. البينيه داخل منطقه الجزاء، حذاري والتصدي الاول. يا سلام عليك يا يانيس، يا وحش يا كبير يا يانيس، يتألق. هذه انطلاقه من جانب اللاعب توري، كم كانت صعبه الكره الماضيه، والتألق يتواصل من جانب يانيس بن شاوش. فرص حقيقيه للمنتخب الفرنسي في هذا الشوط. الكرة تصل على الجهة اليسرى، دقيقة ثانية من الوقت محتسب بدل الضايع. كرة في وسط الميدان، زيدان يتقدم، يويا كرة جهة اليسرى ناحية بيرمون، خطيرة للاعب بيرمون، مرة جانبية. والله نرفع لك القبعة، شابو يا يانيس، باير يطلبها، معما انطلق، معما توغل، معما تقدم، معما عبر، ولكن فيها تغطية فنية عالية لدى معما. ينتظر، يمرر في المساحة، جسيم راوغ، البينية ممتازة ذكية مليمترية، معما داخل منطقة جزاء، معما العرضية. نعم، معما في المساحات يكون مهم جدا. معما ماضي الان، لاحظ ان ديوميد يلعب على الاطراف اكثر ويزيد يدعم هذه الفكره، هذه العرضيه. مر على مجني، زالت التسديده ويانيس. بن الشاوش يتالق من جديد، بن الشاوش بعد الخطوره مره اخرى. اول كره فرنسيه في هذا الشوط، التسديد يانيس. لاعب ماضي، لكن نثق فيك يا طه الحد من خطورة هذا اللاعب، لكن لازمك المساندة. عثمان الآن يرجع، واضح تعليمات المدرب، عثمان ويساند، والكرة تمر، وبرافو يا مجني، برافو في تغطيتك الماضية. شوف هذه اللاعب البديل، كرة في وسط الميدان، صادق يتقدم، البينية ممتازة ولكن قوية. عودة لبيوكو، اللمسة والتحضير، هذه الكيفية. دابو الآن يحاول يرفع كرة، ميسام على القائم الثاني لكن سهل بعد ذلك. رقم من جسيم، العودة لبيوكو، دابو مرة أخرى، يحاول عرضية ولكن فيها تغطية. هدوء، يانيس يشتت كرة، يانيس واضح أنه في تغيير قادم في صفوف المدينة. يضغط عليه عثمان معما في وسطي الميدان. تقدم الآن، البينية الآن، هذه لتوري، يحاول، توري يلتف، توري يلعب لميسام، دابو يدخل المنطقة، دابو التعادل يأتي عن طريق لاعب ميشال، بعد مجهود كبير قام به دابو في الجهة اليمنى، في الجهة اليمنى. هو من صنع، هو من مرر الكرة ناحية اللاعب ميشال أمامنا على الصورة في ظل غياب بوابري، لكن ميشال تواجد. هذه الإعادة مرة أخرى، التمريرة بهذه الكيفية، توري ودابو استلم الكرة، كان في وضعية سليمة. هيا العرضية، تأخر مجني بعض الشيء. في وسط الميدان عندك يا توري على الطرف الايسر، مرفوعه الكره داخل المنطقه، يا كبير يانيس بن شاوش ينقذنا من هدف محقق.
ينقذنا من هدف محقق. شوف الإعادة، هذه الكرة في العمق بينية في اتجاه ميشال. لا واضح الآن، واضح اللقطة. يانيس بن شاوش يخرج في هذه الأثناء مع الأسف مصابا. هذه الطريقة مرة أخرى على الجهة اليمنى، المراوغة العرضية، بعوف يا بعوف يا بعوف، دور ما يدخل مع العرضية، غير معقول، لا غير معقول كيف ضاعت هذه الفرصة، غير معقول كيف ضاع المنتخب المغربي. هنا مرفوعة بالراس، لا زالت مغربية. اوه اسماعيل من سدد وسط الميدان. راي الافتكاك من جسيم. هنا ديما واحد يلعب التماس، الكرة داخل منطقة الجزاء، ياسر فيها خطأ، كان بيصفر خطأ ياسر. هدوءك يا ياسر، لا نريد بتاع الكرة في وسط الميدان. عثمان طلبها، انطلاقة من سعد الآن، عندك عثمان استلم الكرة، عثمان 1 على 1، عثمان العرضية بالراس، لا زالت يا ياسر. الكرة إلى التماس، كان في صافرة قبل ذلك. يا ثواني الكرة مرت وفيها خطأ وبطاقة صفراء، فيها خطأ. برافو يا سعد، طريقة احتفاظ بالكرة ممتازة. جسيم مر انطلق جسيم وياسر. جسيم سيرفع كرة جسيم والدفاع، ولا زالت مغربية. حاول يستعرض فيها، لمجال الاستعراض الآن. مر وانطلاقة من عثمان، يلا يا عثمان 1 على 1 يا عثمان، يروح عثمان يسددها. أولميتا يتصدى، الزاما في الشوطين الإضافيين القيام بتبديلات أخرى. مراوغة ممتازة الآن، لمسة في وسطي الميدان، هناك خطأ من جسيم راية جسيم مع منطلق يا جسيم، العبة السهلة والسرعة يا جسيم، وفي بطاقة صفراء. نعم، هنا كارت أصفر سيكون. عموما وابي يقول هؤلاء اللاعبين قادرين على إكمال المباراة، قادرين بدنيا على مواكبة المباراة وريتم المباراة. برافو يا مجني، برافو في كل تدخل. جسيم ممتاز، تمرير هناك داخل المنطقة، تابع نربحها. هذه ضاعت، تقدم الآن جهة اليمنى الآن، مرة جانبا، مرت بسلام. راوغ الزبير توغل، بعيدة تماما، كان على يمينك يا زبير، كان على يمينك عثمان. برافو سعد. جسيم نعم، يحاول ان يمر. عثمان معما استلم هذه الكرة. جسيم عندك الان في مسك ببطاقة صفراء، عنده انذار من زنقورة، نعم عنده بطاقة صفراء. وبالتالي عثمان معما مر، راوغ، الثاني، الله مرة الثانية، هذا مشى، يا زواني ما يمرش، يا زواني ضربة مرمى. نعم، برافو، هذه تحسب لك يا فؤاد صراحة. راجعت لإسماعيل وطه، برافو طه مر، بعد ذلك يرفع الكرة. عثمان، عندك يا عثمان، روح عثمان، وتسديدة غير معقول مع جسيم. دابو مرفوع الكرة في منتهى الخطورة، اللقطة الماضية. سعد الآن عندك الكرة، سعد يمرر، عثمان يمشي، ملعوب الكرة، حذاري من التسديد، توصل لي تاج الدين يراوغ، يا ساتر على كرة، يا لخطورة الكرة الماضية، يا لصعوبة الكرة الماضية. هنا مرفوعة داخل منطقة الجزاء، الدفاع يتدخل مجددا. كرة منتخب فرنسي، عندنا التفوق عدديا، لازم ندبروا هذه المرحلة.